اللاعب هيكون رسميا في نادي الاهلي في يناير زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. محمود حسن تريزيجيه هينضم في يناير اللي جاي مش قبل التعاقد اللي هيفتح قبل كاس العالم، لا، محمود الخطيب عايز يجيبه في يناير ده. خبر عاجل وحصري في نادي الاهلي واخباره مهمه جدا جدا في تايم الاهلي. رسميا محمود حسن تريزيجيه في يناير المقبل، رسميا تريزيجيه اهلاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده من تايم الاهلي. النهارده معانا اخبار تخص النادي الاهلي، اخبار جامده جدا جدا جدا، ومعانا الجزئيه الاخيره دي اهم جزئيه في الفيديو. كمل معايا لحد اخر لحظه علشان الفيديو فيه مفاجاه في اخر الفيديو. لو انت لسه ما ضغطتش على اللايك اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من تايم الاهلي. وكمان اذكر الله وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كولر يبلغ إدارة نادي الأهلي إنه لا يمانع في رحيل طبعا كريم ندفد عن الفريق في الفترة الشتوية اللي جاية. كولر ادى الموافقة للكابتن محمود الخطيب إنه كريم ندفد في يناير الجاي يطلع على سبيل الإعارة، يطلع بيع نهائي. هو ادى الموافقة للكابتن محمود الخطيب. وكمان مارسيل كولر صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ب27 مباراة. كولر كسر رقم قياسي لحد دلوقتي، ما اتهزمش، بقاله 27 مباراة ما اتهزمش في دوري أبطال أفريقيا طبعا لحد الآن. السويسري بوسكا قريب من الاتفاق مع أبو ريدة للتوليه رئاسة لجنة الحكام. الأهلي لم يتواصل مع عبد القادر لعودته خلال في شهر يناير المقبل، والأقرب استكمال إعارته حتى نهاية الموسم. الأهلي بلغ أو يعني ما قدمش حاجه رسميه لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر لسه لحد اخر الموسم اعاره من النادي الاهلي، ما بلغش حد ان هو هيقطع اعارته ويجيبه في يناير اللي جاي. لسه احمد عبد القادر مكمل في النادي اللي هو فيه. الاهلي تاخر في الاعلان عن مدير الكوره لان مارسيل كولر يرفض تعيين اي شخص في المنصب حتى الان، ويشعر بالراحه كبيرة في التعامل مع الكابتن محمد رمضان. يرغب نادي زد في الحصول على خدمات كريم ندفد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. نادي زد قدم عرض رسمي لنادي الأهلي لضم الكابتن أو اللاعب كريم ندفد. تعال نقول لكم شوية أرقام للاعب، نذكركم باللاعب محمد الضو كريستو لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسي. اللعب مع الصفاقسي 11 مباراة، سجل 5 أهداف وعمل 7 أسيست. القاهرة 24 رئيس الأهلي محمود الخطيب اتفق مع مسؤولين الريان القطري على استعارة تريزيجيه في مونديال الأندية حال قيام النادي القطري بتفعيل بند الشراء. لو النادي القطري فعل بند الشراء في محمود حسن تريزيجيه هيبقى العقد اللاعب المصري من نادي طرابلس سبورت التركي. اللاعب هيكون رسميا في نادي الاهلي في يناير زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. محمود حسن تريزيجيه هينضم في يناير اللي جاي مش قبل التعاقد اللي هيفتح قبل كاس العالم، لا، محمود الخطيب عايز يجيبه في يناير ده في حالة النادي الريان القطري لو فعل بند الشراء. نادي الريان القطري الكابتن محمود الخطيب اتواصل معاهم وهيجيبوا بشكل اعاره برضو، لو هيحط فيه بند الشراء. لو اللاعب عايز يكمل مع الاهلي هيكمل، مش عايز هيرجع تاني لنادي الريان القطري. هو ده مشوار او اللي هيحصل مع محمود حسن تريزيجي. لو وصلت لحد هنا حلقة صغيرة اهي،
لو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان تضغط على اللايك عشان نوصل ل1000 لايك في الفيديو دوت، وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من طيم الاهلي. انتظرونا ان شاء الله، كل يوم هنطلع معاكم الساعه 2 العصر، قبل العصر ان شاء الله نطلع نقول لكم على صفقات اللي الاهلي داخل فيها بشكل رسمي وبيتكلم فيها بالفعل. الاهلي داخل بقوة جامدة جدا جدا جدا، في كمية صفقات رهيبة. كل يوم هنطلع نقول لكم على صفقات امير توفيق بيتكلم فيها، كولر اتكلم فيها، الكابتن محمد رمضان اتكلم فيها، الكابتن محمود الخطيب اتكلم فيها. كل يوم هنطلع وتشاركونا برأيكم في تعليقات ان شاء الله. انتظرونا بكرة. وفي النهاية شكرا لدعمكم الكبير، واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.